السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة في برنامج أخبار الكرة. اليوم جبنا لكم في هذه الحلقة ديال الجمعة إن شاء الله مقابلات قوية. كاين الدوري المغربي وكاين كوبا ليبرتادوريس، وعندنا الدوري الألماني، وعندنا الدوري الإيطالي سيري أ، وعندنا الدوري الإسباني، وعندنا الدوري الفرنسي، وعندنا الدوري روشن السعودي، وكاين دوري أبطال إفريقيا، وكاين كأس الاتحاد الافريقي اللي مشاركه فيه اولمبيك اسفي. راه كاينه حتى هي في هذا النهار، راه لعبه غنقدم لكم فوقاش يتلعب الماتش. وكاين عندنا كوبا. هذا الماتش هذا بلا ما نهضروا عليه ما كيهمناش، المهم حدنا هنا نبداو مع اول ماتش اللي غيكون في البطوله الوطنيه. اتحاد يعقوب المنصور في مواجهه فريق الوداد البيضاوي. هذه المقابله كتندرج في البطوله الوطنيه المحترفه الجوله الثانيه. هذه المقابله غتنطلق مع 8 الليل ان شاء الله. ندوزو للمباراة الثانية، كوبا ليبرتادوريس، فلامينغو البرازيلي في مواجهة نقدر نقولوا ديربي ديال هذه المنطقة هذه. فلامينغو البرازيلي في مواجهة استاندينيس الأرجنتيني. هذه المقابلة غتبدا مع الوحدة ديال الليل في التوقيت المغربي. هذه المقابلة كتندرج في الدور الربع النهائي. اللي بغى يتابع هذه المقابلة غتكون إن شاء الله على قناة بي إن سبور الرابعة. ندوزو المقابلة الثالثة اللي هي الدوري الألماني البوندسليغا. شتوتغارت الألماني في مواجهة سان باولي، مواطنه سان باولي الدوري الألماني البوندسليغا. هذه المقابلة غتنطلق في تمام 7:30 مساء بالتوقيت المغربي. ندوزو للمقابلة الموالية، الدوري الإيطالي سيري أ، ليتشي في مواجهة كالياري. هذا الماتش هذا مع 8 الغرب. المقابلة كتندرج في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي. آخر مقابلة ما بين كالياري وليتشي، كالياري كانتصر ب4-1. مقابلات في مواجهة ليتشي 4-1 آخر مقابلة بيناتهم. ندوزو للمقابلة اللي موالية، الدوري الإسباني، لا ليغا، ريال بيتيس مواجهة ريال سوسيداد. هذه المقابلة عاد تكون مع 8 الليل التوقيت المغربي. كتندرج هذه المقابلة في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، عاد تكون على بي إن سبور الثالثة. آخر مقابلة ما بين ريال بيتيس وريال سوسيداد، ريال بيتيس كان انتصر ب3-0 على ريال سوسيداد. ندوز المقابلة اللي من بعد هذه، الدوري الفرنسي، ليغ 1، أولمبيك ليون في مواجهة أنجي. هذه المقابلة غتكون مع 8 الغرب التوقيت المغربي. هذه المقابلة كتندرج من البطولة الفرنسية الجولة الخامسة. آخر مقابلة ما بين ليون وأنجي، ليون كانتصر ب2-0. ندوز للدوري السعودي، الدوري روشن السعودي، القادسية مواجهة الخليج. هذه المقابلة غتكون مع 4:15 بالتوقيت المغربي و6:15 بالتوقيت السعودية. هذه المقابلة كتندرج في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي روشن. آخر مقابلة ما بين الفريقين كانت انتهت بالتعادل ب1-1. المقابلة الثانية، الفيحاء في مواجهة الشباب. هذه المقابلة الفيحاء ضد الشباب، مع 4:30 التوقيت المغربي، 6:30 التوقيت السعودية. حتى هي كتندرج في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي. الفيحاء، آخر مقابلة ما بين الفيحاء والشباب، الشباب كانتصر ب2-0. وآخر مقابلة عندنا في هذه الحلقة من الدوري السعودي، وعاد تكون مقابلة قوية، الأهلي في مواجهة الهلال، حتى هو نقدر نقولوا فيه ديربي سعودي. هذه المقابلة غتكون مع 7 التوقيت المغربي، 7 مساء، 7 مساء، و9 مساء من التوقيت السعودية. حتى هي كتندرج في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي. آخر مقابلة ما بين الهلال ونادي الأهلي السعودي، كان الأهلي انتصر ب3-1. ندوزو لدوري أبطال إفريقيا، ومع أول مقابلة غتبدا مع 3 بالتوقيت المغربي، ضاجي في مواجهة الأهلي طرابلس الليبي.
مقابل مع ثلاثة ما بيننا 12 فرق كبير ما بيننا ما بين المغرب ودولة ليبيا تقريبا شي ساعة. إذا تكون عندهم مع 4 ديال العشية على الصعيد للفرق الليبية. ندوزو المقابلة اللي كتهم المغاربة، وكاين تا فيها شي كاين فريق ليبي تا هو كاس الاتحاد الافريقي. اول مقابله عندنا الواحده بعد الدور اللي تا ديشا في مواجهه الاتحاد الليبي اثيوبيا من اثيوبيا. الفرقه هذه المقابله كتندرج في اطار التصفيات الاوليه من الاتحاد دوري الاتحاد الافريقي الادوار الاولى التمهيديه. وندوزو ثاني مقابله اولمبيك اسفي جمعيه نيجيليك في مواجهه اولمبيك اسفي. هذه المقابله غتكون مع 4 ديال العشيه في الادوار التمهيديه من الاتحاد الافريقي غتصعد لاولمبيك اسفي. واخر اخر مقابله هي هذه في الاتحاد الافريقي. اذا هذا الشيء اللي عندنا في هذه الحلقه. شكرا على المتابعه، الى اللقاء.